السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم بوصفتنا الجميلة بتاعتنا، وهي وصفة البسبوسة من مطبخ أم يارا. طبعا احنا عارفين ان البسبوسة أول ما تشرب الشربات بتاعها تعرفي ان دي بسبوسة ناجحة 100%. وكمان البسبوسة اللي أنا عملتها لكم دي اللي انت شايفاها قدامك متكرملة من تحت ومن فوق مقرقشة كده قرقشة حلوة، ومن جوه مستوية زي ما انت شايفة، وأنا مقربة الكاميرا عليها جدا عشان تشوفيها هي عاملة ازاي. البسبوسة طبعا بتاعتنا جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، واحنا عارفين ان البسبوسة يعني رمضان، ورمضان يعني الحلويات الحلوة كلها اللي احنا بنعملها في رمضان. وكمان لو حطيتي عليها قشطة زي ما انا حطيت عليها كده، هتلاقيها بتدوب معاكي جميلة جدا. يعني البسبوسة تعمليها بالقشطة، تعمليها بالمكسرات، تعمليها بجوز الهند، او تعمليها سادة زي ما انتي بتحبيها. مع بعضينا هنشوف الوصفة. هنجيب صينية مقاس 30، صينية بسبوسة مقاس 30، وهندهنها بالسمنة زي ما انت شايفة بالطريقة دي. هنجيب كمان بولة غويطة، وهنحط فيها كوبايتين من سميد البسبوسة، وثلاث معالق من جوز الهند المطحون او جوز الهند الناعم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنقلب كويس خالص دي المكونات الجافة مع بعضيها، وهنسيبها طبعا شوية كده. بعد كده هنجيب طاسة أو أي بولة برضو تكون غويطة، وهتحطي فيها كوباية من السكر وربع كوباية من المية، وهتسيبيها شوية تفتحي النار عليها. مش هتقلبيها ولا حاجة، وهتحطي معاها معلقة كبيرة من سكر الجلوكوز زي ما انت شايفة، وهتقلبيها بالطريقة دي. بعد كده هتفتحي عليها النار لغاية لما تدوب معاكي بالشكل ده وتغلي. اول ما تغلي طبعا هتقعدي تقلبي فيها عشان تطلع حلوة معاكي. يعني هتلاقي ان هي لونها بيغمق معاكي كده، مش هتحرقيها ولا حاجة، لا هتلاقي لونها بس ايه يعني على لون ذهبي شوية زي ما انت شايفاها. هتجيبي بقى معلقتين من الزبدة، وهتجيبي كمان معلقة كبيرة من القشطة، وممكن تحطي معاها زبادي بدل القشطة، يعني تحطي زبادي، معلقتين من الزبادي. وكمان هتحطي معاها معلقتين من السمنة، اي نوع سمنة انت تفضليها تحطيها. ولو حبيتي كمان ان انت تحطي معاها ربع معلقة او نص معلقة من السمنة البلدي هتكون جميلة جدا. البسبوسة تبقى بالسمنة البلدي. هتقلبي الخليط ده كله مع بعضه، وبعد كده انت بتقلبيها كده هتلاقيها بتعلى معاكي. هتروحي تحطي لها كوباية الا ربع من المية، ويا ريت تكون مية دافية. انا حطيت مية من حنفية عادي، انت ممكن تحطي مية دافية عشان ما تمسكش معاكي زي ما مسكت معايا، بس برضو يعني فكت بعد كده فمش هتبقى فيه اي مشكلة. بعدين هنحط الخليط ده كله بعد ما يبرد شوية، هتحطيه على الخليط الجاف اللي هو ايه، السميد والبيكنج باودر وجوز الهند زي ما انت شايفاها. احنا مش هنعجنها ولا حاجة، احنا بنقلبها كده تقليب خفيف بس. احنا الحاجات الجافة او المكونات الجافة اللي موجودة فيها مش بنبينها، بنقلبها بس عشان تدخل كل المكونات الخليط كلها مع بعضيها لغاية ما تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتاخديه بقى بتحطيه في الصينية المدهونة مقاس 30، وطبعا بتكوني قبل ما تبتدي مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. تخليها بقى من 25 ل30 او على حسب الفرن بتاعتك انت عايزة تخليها قد ايه مثلا. انت بتبصي لها كل شوية، ولو الحواف بتاعتها حمرت بتشغلي الشواية من فوق بس، وبتطفي الفرن. لو عنديكي الفرن بتاعتك شغالة من فوق ومن تحت يبقى كويس جدا، ولو مش شغالة انتي بتشغلي من تحت بس، واول ما تلاقي الحواف بتاعتها حمرت بتشغلي الشواية عليها من فوق زي ما انتي شايفة كده. هو طبعا بتستعملي يدك وبتعمليها كويس خالص زي ما انتي شايفة. وبالسكينة بقى بتقطعيها التقطيعة اللي انتي بتحبيها. لو مش حابة ان انتي تقطعيها مش مشكلة، ممكن تقطعيها مربعات او ممكن تقطعيها مثلثات زي ما تحبي. يعني شوفي انتي بتحبي تقطعيها ازاي. وممكن برضو تحطي لها مكسرات من فوق او تحطي لها اي حاجة تانية. ممكن انا حطيت فول سوداني، ممكن انتي كمان تحطي فول سوداني هتبقى جميلة جدا بالفول السوداني. او اي مكسرات عندك تحطيها هتبقى جميلة جدا.
انا حطيت كل الفول اللي معايا الصراحة. فكانت جميلة جدا، وشكل الصينية كمان جميل جدا زي ما انتوا شايفين. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو انتي وصلتي لغاية هنا في القناة. هنعمل الشربات بتاعها بقى عشان تطلع البسبوسة مظبوطة 100%. هنحط كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية. السكر قد المية بالظبط يا جماعة، مفيش السكر البسبوسة او شربات البسبوسة بيبقى قد بعض بالظبط. وهنحط عليها معلقة من سكر الجلوكوز، وكمان اول ما تيجي تغلي كده هو نحط عليها نص واحدة ليمونة بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. تديها 10 دقايق وبعد كده هتطفي عليها. طبعا البسبوسة لازم تكون سخنة، وكمان الشربات لازم يكون سخن. احنا بنحط الشربات زي ما انتوا شايفين. البسبوسة الناجحة بتبان اول ما تعرفي ان تحطي الشربات وتشوفي البسبوسة هتلاقيها بتتشرب بسرعة، تعرفي ان البسبوسة بتاعتك ناجحة 100%. جميلة جدا وهتطلع طرية خالص زي ما انت شايفة في الفيديو، وكمان لونها مظبوط خالص. انتي بعد ما حطيتي الشربات بتغطيها بورق فويل او كمان ورق زبدة، مش مشكلة، وبتسيبيها تبرد شوية. وممكن تحطيها في التلاجة عشان تمسك اكتر من كده شوية. انا عندي القطاعة زي ما انتم شايفين قطعة البسبوسة، بس انا بصراحة كنت اقطعها شكل تاني، فاضطريت طبعا ان انا اجيب اللي هي قطعة المكرونة زي ما انت شايفاها كده. فانا قطعت بيها. هي صراحة صغيرة شوية بس مشيت معايا يعني الحمد لله يعني. زي ما انت شايفاها كده، طبعا مكرملة من تحت وطعمها كان تحفة جدا. ولو حطيت لها معلقة او ربع معلقة كبيرة من السمنة البلدي هتبقى بسبوسة بالسمنة البلدي جميلة جدا جدا. وان شاء الله قريب جدا هعمل لكم هريسة البسبوسة. طبعا هتبقى جميلة جدا. ووصفات رمضان كلها ان شاء الله عندي قريب جدا. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. كمان مع بعضينا لو تحطي عليها كده حتة قشطة او تحطي اي مكسرات من فوق، ممكن تحطي عليها كمان جوزة هند بتبقى جميلة جدا. يعني هي الوصفة طلعت ناجحة زي ما انت شايفاها. ده لو انت عايزة بسبوسة ناجحة تعتمدي الطريقة دي وما تغيرهاش. وهتلاقيها جميلة جدا زي ما انت شايفة. صراحة أنا من محبي البسبوسة يعني، فأنا بحب البسبوسة، بحب أكلها الصراحة. وبحب أكلها جدا بالقشطة كمان. فهتلاقوني خلصت الطبق كله زي ما انتوا شايفين. أتمنى الفيديو يعجبكم، وأتمنى الوصفة كمان تكون عجبتكم جدا وتعتمدوها وتعملوها في رمضان. وبألف هنا وشفا مع مطبخ أمي.